الحقيقة أنا وجدت في الإنترنت كذلك شهادات قوية أعتز بها، وخاصة لواحد من الباحثين عن الحق يوضح مدى هذه الصدمة وهو مثال لشباب كثيرين كسروا حاجز الخوف. نعم. ويعبرون عن أفكارهم بكل جرأة. وعشان كده أنا اخترت أن أنا أجيب مقتطفات من الفيديوهات بتاعته وأعرضها على حضراتكم علشان خاطر تشوفوا ويايا الصدمة الكبيرة ورد فعلها على الشباب حصل ايه. اتفضل عزيزي، سمعنا أخونا بيقول ايه. طبعا ايه المنتدى بقى، بقيه المنتدى محجوز لمين؟ لقدس ابونا زكريا بطرس. وده الحقيقه انا احب ان ارسل برساله عطره الى السيد زكريا بطرس، لانه رغم كل الهرتله واللي بيعملها سلام المسيح لان هو القى حجر ضخم في بحيره آسنه وعفنه وراكده، و يعني اعتقد انه يعني من الذين سيذكرهم التاريخ عندما يأتي وقت نتذكر فيه جميعا كيف تم إزاحة هذا الطاعون المسمى بالإسلام عن كاهل مصر. ده طبعا ايه زكريا بطرس بقى ايه، يعني هو عم مسبب عقده نفسيه للكثيرين، اللي هو تلاقي المنتدى كله مخصص لزكريا بطرس. طبعا الشتيمه ده اساسي، اللي هو ايه المسلم مش سباب ولا لعان وكده، بس برضه شتيمه والخنزير والكلب والصور وبتاع، بس المهم انه لعب لهم في دماغهم. وبعدين اظرف حاجه بقى ايه، انك تلاقي مثلا ايه الرد على الشبهه رقم 50273 الرد على الشبهه 50274 اللي هو ملأ حياتهم شبهات. وده شيء جيد، يعني خليهم برضه ايه يعرفوا ان مش كل العالم هطل، وان في ناس رافضه هذا الدين رفض جذري. عمل جيد الحقيقه قدس ابونا. شفتوا احبائي؟ شوف الكلام الناس بتفكر ازاي. مجرد عايز افكركم بحاجه لما بيقول ايه، لانه القى حجر ضخم في بحيره آسنه وعفنه وراكده. وده اللي حصل. الإسلام بركة راكدة طلعت ريحته يعني. وأعتقد أنه من الذين سيذكرهم التاريخ عندما يأتي وقت نذكر فيه جميعا كيف تم إزاحة هذا الطاعون المسمى بالإسلام عن كامل مصر، عن كاهل مصر. شفت إزاي؟ حاجة شهادة قوية. امين. بعدين نقول طبعا زكريا بطرس سبب عقدة نفسية للكثيرين. انت عارف الانترو اللي احنا بنعمله ابو اسلام لما توني خليفه يقول له سبب لك عقده نفسيه كبيره انا بوس ايده، شو بوس ايده بوس يا عم للسنه الجايه. وبعدين يقول ايه، بس المهم لعب لهم في دماغهم في الاخر. وبعدين يقول ايه، بيقول بقى انهم عمالين يردوا على الشبهات رقم 50,000 وكذا كذا، وبعدين 50,000 وكذا كذا. بعدين بيقولوا ده شيء جيد. وفي الاخر قال ايه، عمل جيد الحقيقه يا قدس ابونا، رغم انه في الاول استهزأ وقال السيد زكريا، لكن في الاخر يقول لك عمل جيد الحقيقه يا قدس ابونا. معنى هذا ابونا ربنا يباركك يا ابني، ربنا يباركك ويستخدمك. امين. شيء عظيم، شيء عظيم. معناها هذا دلالة على انه لابد ان يطلع على حلقاته. امال ايه؟ طيب امال ايه؟ واقتنع بيها وشاف انها صادمه. هل اطلع على حلقاتك ابونا وتعرض حلقاتك طلع لها شيء؟ شوف نظر اليها واضح يعني؟ جدا. واضح جدا انه متابع جيد لكل الحلقات اللي قدمها، اللي انا قدمتها. وقد تبنى ما جاء فيها وقدمه في برامجه على اليوتيوب، منها اللي هنشوفه دلوقتي، ويا ريت توروه لنا عزيزي الفاضل.
بيقول ايه؟ عند النظر بقى في سيرة محمد الجنسية، يعني مفترض أساسا مبدئيا إن محمد ده رسول، وإن هو خاتم الأنبياء، وإن هو جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وكلام كبير قوي يعني عن. وبعدين فجأة تيجي تبص لحياته الجنسية، يعني مش عارف أقول إيه. يعني مثلا لما نيجي نبص في سيرة معظم العلماء، أو زي مثلا تشارلز داروين، ده راجل عالم ليه زوجة وأولاد، وخلصت القصة على كده. وده معظم البشر، يعني ما فيش بقى يعني مغامرات ولا اخره. يعني مثال حتى بسيط بقى، يعني لايضاح مدى التضاد، مثلا علاقه كارل ماركس بزوجته. راجل كان ليه زوجه وابناء، ومنشغل بالقراءه والتاليف والحركات الثوريه في العالم والى اخره، لدرجه انه كان بيقعد في مكتبه المتحف البريطاني مثلا بيقول لك بال 14 ساعه. فده المتوقع من رجل مفكر وفيلسوف او يريد ان يغير العالم. انما يعني بهذا الشكل اللي كان بيعمله الاستاذ محمد، شيء غريب. يعني طبعا في حاجات بقى، يعني الكثير من جرس الانذار في حياته. يعني مساله ان يتزوج من واحده 9 سنين، هو خطبها وهي عندها 6 سنين وتزوجها، او كونسيوم ذا مارج، يعني نفذ عمل قام بعمليه التنفيذ وعندها 9 سنين. الحقيقه انا اطلب من كل من يشاهد هذا المقطع ان يتخيل ان هو جالس كده في البيت وعنده بنته اللي هي في ثالثه ابتدائي بتعمل الواجب وبتاع، عماله تعمل واجب حساب وجدول الضرب وعادل وسعاد والكلام ده، وفجاه بيخبط عليه واحد على البيت، يعني شحط عنده فوق ال 50 سنه، جاب ابوه وامه، وبعدين بيقعد معاه في الصالون بيقول له انا جاي طالب القرب من بنتك اللي هي في ثالثه ابتدائي. عايز كل واحد يتخيل هذا الموقف ويشوف رد فعله هيكون ايه. طيب شفت يا عزيزي الفاضل الراجل بيقول ايه؟ كلام غريب قوي قوي قوي. شوف بيقول من سيرة محمد الجنسية يفترض اساسا مبدئيا ان محمد ده رسول وخاتم الانبياء وتمم مكارم الاخلاق. يقول لك وبعدين فجأة تيجي تبص على حياته الجنسية، بعدين قارن بينه وبين بعض العلماء. يقول لك ما فيش المغامرات دي، وجاب كارل ماركس. بعدين يقول لك ايه؟ انما بهذا الشكل اللي كان بيعمله الاستاذ محمد، ده له لقب الاستاذيه في الجنس. فشيء غريب. بعدين بيقول مسألة الزواج من واحدة عندها 9 سنين، وضرب المثل بتاع عيشة وواحد جاي علشان خاطر يتجوزها وهو عنده زي الشحط. هو يعني الشيء الغريب انه يعني نبي فعلا لم يأتي ليتمم مكارم الأخلاق، بل اكشلي يعني يتمم مفاسد. وهذا الشيء يعني اللي بيسمع كلام أبونا الحبيب عن ما قيل عن محمد وحياته الجنسية والإرهاب ومع الأطفال مع القاصرات مع النساء، هذا يدل على أنه نبي لا يمكن أن يكون من عند الله الحي الحقيقي. يعني المثل بيقول اقرأ المكتوب من عنوانه. فكيف يكون محمد نبي أتى يتمم مكارم الأخلاق وعلى خلق عظيم وحياته مشينة مع الرجال والنساء وحتى مع الحيوانات غير مؤاخذة؟ فيعني أنت حكم أبونا بعرفش يعني. ما هو ضرب الأمثلة الكافية الحقيقة. نعم. وبعدين جاب القصة بتاعت عيشة عندها 9 سنين والراجل اللي جاي يتجوز بنت وعند إلى آخره. نعم. في ثالثة ابتدائي. وبعدين نشوف برضه طيب هل تتوقع أنه يعني شو رأيه هو في كذب وتدليس شيوخ الإسلام في الأمور هاي؟ شو رأيه؟ هو كان بس قال قبل كده حتى عن زينب بنت جحش وقصة جوازه منها. اوكي اتفضل. فبيقول طبعا دي تيجي في زواجه مثلا من زينب بنت جحش. طبعا هناك الكثير من التأويلات.
وده حتى لتحريم التبني، الحجة اللي بيقولوها، وأن الأولاد يدعوهم بآبائهم وكل هذا الكلام. بعدين شوف الحتة اللي يقولها لك هنسمعه دلوقتي. هل كان الله عاجز ينزل آية يخلص بيها القصة؟ وبعدين يقول لك أو بالعربي محمد يفبرك آية حلوة أوي، يفبرك دي ويقول فيها إن ما حدش يتبنى حد ويديله اسم وتخلص القصة. نسمع الحتة دي بس لو سمحتم. طبعا تيجي في زواجه مثلا من زينب بنت جحش، طبعا هناك الكثير بقى من التأويلات، وان ده حتى لتحريم التبني، وان الاولاد يدعوا بآبائهم وكل هذا الكلام. طبعا انا مش فاهم يعني مثلا لو كان هذا الامر، هل كان الله عاجز مثلا ينزل آية وخلاص يخلص بيها القصة، او بالعربي محمد يفبرك آية يقول فيها ان ما حدش يتبنى حد ويديله اسم ونخلص من القصة دي؟ ولا لازم يتجوز واحدة ويعمل الفيلم بتاع زينب بنت جحش ده عشان ايه؟ يعني يثبت هذا القانون أو طبعا الامور اي واحد يقرا في القصة الامر واضح تماما. لماذا فعل محمد هذا؟ قصة زوجه من صفية، يقتل جوزها من ساعة وبعدين يقول لك ودخل بها مش عارف استخلصها لنفسه رسول الله. فرسول الله بقى ده مشكلة في النسوان بصراحة رسول الله. شفت ازاي؟ وبعدين بقى في عنده ايضا مقطع اخر يقول المهم نفس العدد اللي تزوجه. حقيقة انا بعد ما بعد عدد معين ما بقيتش مهتم وما بقيتش عايز اعرف هو اتجوز قد ايه. تقدروا تنزلوا لنا الموضوع ده يا جماعه؟ المهم نفس العدد اللي تزوجوا. انا حقيقه انا يعني بعد عدد معين ما بقتش مهتم، عايز اعرف هو اتجوز كام واحده. قال 9 ومره يقول لك 13. ده غير ملكات اليمين، ده غير ما اللي وهبت له نفسها. ما تعرفش تعمل احصائيه دقيقه بعدد النساء في حياه هذا الرجل، لكن الواضح انه كان عدد كبير يعني يتضاءل جنبه فعلا كازانوفا وروميو والناس الاونطه دي. احنا عندنا اللي كده محمد كده في مع النساوين. بيقول لك يتضاءل جنبه كازانوفا وروميو، الناس الاونطه دول. احنا بقى عندنا اللي كده وبابهامه بقى بيقول كده محمد كده مع النساوين. مش معقول الولد ده. طبعا مش معقول. بيعبر بكل جرأة عن الامور اللي ما بيقدروش يلمسوها ولا يواجهوها ولا يتكلموا عنها. يا ريت الباحثين عن الحق يبقى عندهم هذه الجرأة. هذا ما دلالة على ابونا، دلالة على الصدمة هاي. فعلا مصدوم باخلاق محمد وتصرفاته. طيب هل شو راي هذا الشاب عن تدليس وكذب شيخ الاسلام وادعاء؟ رأيت له مشهد فكاهيا وهو بيقلد تدليس شيوخ الإسلام في ادعائهم باعتناق أعداد رهيبة بالملايين من المسيحيين للإسلام. كده بلف دورة. نشاهد المشهد الفكاهي ده لو سمحتوا. وده بقى في مقطع لذيذ جدا لسه كنت شايفه من كام يوم، هو بعنوان ايه يعني لو كتبته كده ايه؟ اسلام الاخ فيكتور. هو موقع برضه من الحاجات الكوميديه جدا اسلام الاخ فيكتور بسبب سماعه مش عارف الشيخ ابو اسحاق الحويني وقراءته كتاب لزغلول النجار. فيكتور اسلم بسبب الحويني والنجار، زغلول الايه النجار. فالتاني بقى قاعد على فين التليفون يا بت يا فتكات؟ هات التليفون. قاعد بقى الو فيكتور الاخ فيكتور اسلم، الاخ فيكتور اسلم. ده الشيخ بيعمل كده. فيكتور مراته كانت مشتركة في المسرحية اللي بتسخر فيكتور. فيكتور نفس بقى البهيمة دي اللي هو برضه ليه مقاطع تانية. ايوه 16 اسلموا في المنيو.
ده الشيخ بيعمل كده. الحمد لله. 72 فاصل. ها كم 22,000 في 22,000 في الطول. الحمد لله الحمد لله رب ايوه 3 مليون في المنيا. 3 مليون يا ولاد دينك. فادي ادي اللي احنا عايشين فيه النهارده. فعلا. بيمثلهم تمام. دول كانوا بأمريكا الشيوخ موجودين على الانترنت. والوهم اللي هم عايشين فيه 3 مليون في المية قبلوا المسيح. وهم بيقولوا ان المسيحيين في مصر كلهم 5 مليون، 3 منهم في 3 مليون في المنيا. حاجات عجيبة. هذا شيء اكيد ابونا يعني اوهام وخرافات. طيب شو موقفه من حلقاتك لما كنت تتكلم انت في رد على القرآن؟ انا هعرض ليه يوتيوب وقد لا تصدقه يا اخ جعفر. نعم. ويمكن المشاهدين ايضا ما يصدقوش. نشوف مع بعض المقطع ده. كتاب الله هي دي الكارثه الاساسيه. وبمناسبه كتاب الله، الناس مش عارفه. انا اساسا لا فاكر احنا في كام رمضان ولا كام زفت، ولا انا عارف. ويقول لك انت وعدتنا بان احنا هنقطع، كما لو كان تقطع المصحف، كما لو كان تقطيع المصحف ده شيء مثلا خطير، او انتوا عاملينه بشيء كبير ليه؟ تقطيع المصحف ده شيء يعني المفروض ان هو بديهي، يعني لا يحتاج الى شيء. انا بس المقطع اللي عملت ده لان هم الزباله الحساله اللي معاهم يدوني، فانا حبيت اثبت لهم يعني ان انتوا لا شيء وعبث. ان انا ناسي اساسا الموضوع ده. لقيت الناس كبرت ويجب ان تفي بعهدك وتمزق القران. انا مش عارف النهارده كام رمضان ولا عايز اعرف. ومساله تمزيق المصحف يعني ده مفروض يعني مفروغ منه. ايه يعني ايه الدوشه حوالين تمزيق المصحف؟ ايه المصحف؟ ويقول لك ده مزق المصحف، وده انا همزقه مليون مره. ايه اهو دين المصحف يعني الزباله والزباله. مشهد عجيب. مشهد عجيب. واو. شفت ازاي؟ وصل بيهم الامر الى كل المقدسات بعد ما اكتشفوا انها باطله ومزيفه. طبعا. وصل بيهم الامر الى اكبر المقدسات اهو المصحف انهم يمزقوه بنظرهم. وهذا دلاله على صعقه وصدمه كبيره جدا جدا. تمام. طيب شو موقف شيوخ الاسلام من هذا الامر؟ يعني شو رد كان الفعل بقى على هذا الشخص كمان. هذا فيديو عن موقف الشيوخ هعرضه، وحكمهم عليه بالقتل بالسيف وهم على الهواء مباشرة. واو. فاتفضل ورونا رد فعل الشيوخ لو سمحتوا. دكتور محمود، احنا طبعا الجزء لسه هو بيواصل وبيسب. تعليقك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لو لم يأخذ عقوبته التي يستحقها وهي القتل، هذا مرتد وخارج عن نطاق الاستتابة، واضح أنه على علم بما يقول. هذا يؤتى به على مرأى ومسمع من الناس ويقتل مرتدا. دكتور محمود، احنا طبعا الجزء لسه هو بيواصل وبيسب. تعليقك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لو لم يأخذ عقوبته التي يستحقها وهي القتل، هذا مرتد وخارج عن نطاق الاستتابة، واضح أنه على علم بما يقول. هذا يؤتى به على مرأى ومسمع من الناس ويقتل مرتدا. ويقتل مرتدا. نعم. ده اللي قاله الشيخ محمود شعبان. نعم. بتاع هاتولي راجل. واو. واللي رفع الجزمة الإسلام بحيري وكان هيضربه على الهوا. نعم. بتاع. طيب نشوف الراجل التاني بقى.
أما هذا الفعل كفري، هذا يستحق ضربة بالسيف في ميدان عام في أقرب وقت، في أقرب وقت، في أقرب وقت، ويعلن هذا الأمر، يتصور ويتذاع على الملأ. طيب في بقى الراجل اللي جنبيه الشيخ الثاني قايل كلام تاني، لو سمحتوا تشوفوا وريه لنا. أنا أرى أنها بالونة اختبار بيختبر بها الحكم الجديد أو الرئيس الجديد لمصر، والذي يصبغ بصبغة شرعية إسلامية. فأؤيد كلام فضيلة الشيخ محمود أن هذا الرجل لابد وأن يؤتى به سريعا، وأن يكون عبرة لغيره، حتى يعلم الجميع أننا قد أصبحنا في مرحلة جديدة تحترم الإسلام وتظهر شعائر الإسلام وتظهر قدسية القرآن والسنة. فأرى تأييدا لفضل كلام فضل الشيخ، هذا الرجل أصبح مرتدا، لابد وأن يقام عليه الحد علنا أمام الناس. شفتوا بقى؟ شفتوا ماذا كان نوع الحكم في ظل الرئيس المعزول وجماعته المحظورة؟ فهذا الفيديو وهذا العمل الذي قام به هذا الشاب الجريء كان في اليوم 16 من 100 يوم الأولى من حكم رئيس جماعة النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. طبعا كما يشير اللوجو على الشاشة، مكتوب في النسر كده و100 يوم ومكتوب 16. فهل تهديدهم هذا أخاف الناس؟ على العكس، بل شجع آخرين على عمل نفس الشيء رغم التهديد. نعم، ولنشاهد الإثبات على كده. اتفضلوا ورونا المشهد الثاني. الفيديو ده هيفضل محطوط لحد ما يتم القبض على ال4 شيوخ اللي كانوا على قناة اللي هددت مصري ملحد بالقتل وحرضت على قتله في الميادين العامة. وبعدين شوفوا بقى وهو بيقطعه، بيقطع المصحف وبيرميه برضه في الزبالة. ورينا المشهد ده. ده القرآن، اهلا في الزبالة. اهلا، ربنا يبارك هذا الشاب في الزبالة. شفت نعم. بقى الوعي وصل إلى أي مستوى؟ بالضبط. امين. عزيزي الباحث عن الحق، لو انك انت لسه متردد، شوف اللي قبليك عملوا ايه وقبلوا الموضوع بجرأة متناهية وبوعي ثاقب.